بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجري الحلقة في صرعة من حلقات بيان بلوغ المرام من أدلة الأحكام. اليوم دايت مثلا الموضوع حديث الأحكام موضوع مهم. إلا يبوال العلماء ما تشفى لنا لنت الأحاديث دي تمسلاين فين يعني العقيدة إيمان، لنت الأحاديث دي هضرن فين يعني الأخلاق صرفقة، لنت الأحاديث دي هضرن في الأحكام الشرعية، يعني الوضوء، يعني التصليف، يعني رمضان، يعني الزكاة، يعني الربا، يعني الجهاد، يعني المزارعة، المساقات، التجارة، يكون شوارقي مرة. العلماء اصطلاحا يقارنوا كذا الأحاديث الأحكام ما الذي مزورني خاطئ وقيم باب التصنيف أما كد نهضر يواس بد نهضر لنت الموطئات في كذا المثال موطأ الإمام مالك ناد لأنه يقارن السنن، أما ديال سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، سنن النسائي، لأنه يقارن المصنفات المتخصصة سبيسياليزي في كذاكي، يعني بنت كان الأحاديث يعني الأحكام الشرعية، يعني أما كدير يعني الوضوء، تصلي، رمضان، زكاة، الربا إلى آخره. ولكن العلماء ديالنا خاطئ، ما ديال أحاديث الأحكام مع انتهى كلمة الأحكام تنسحب على الجميع. أما هضرت في العقيدة تعتبر أحاديث أحكام في العقيدة، أحاديث الأحكام، ولكن يعني الإيمان برب سبحانه بالأسماء الحسنى، بالصفات العلى، يعني الملائكة، يعني القضاء والقدر، يعني تمثال الآخر في اليوم الآخر، يعني عذاب القبر، يعني تعتبر أحاديث أحكام متخصصة في العقيدة. ماذا يعني الأخلاق؟ كيف أحاديث الأخلاق، ذي اللحية، ذي الكرم، الصدق، تيذت، الأمانة إلى آخره. ثقي على كل حال في كتفتها كملاحظة في البداية، وكنت كثير ذي الحلقة اللي عدم في ثلاثة نهضرت في كتاب الطهارة، مثلا كتاب الطهارة باختصار وتعود غير كشوف النير. لأن العلماء المقصود بالطهارة معنى إزالة النجس أو الحدث، وبمعنى آخر أقسام الطهارة في الطهارة الحسية إذا تعلق الأمر بإزالة النجس الحسي أو العيني كرمكم الله مثل البول ولا غيرها، يعني نجاسة ما تنكس قرصتاقي الطهارة الحسية أتسيثمس أتنزيز دي ثلا نوع الويسين القسم ويسين ومقارن الطهارة الحكمية المقصود بذلك إزالة الحدث عن طريق الغسل أو يعني يونا مريغ الوضوء ذاكي أديني الطهارة معنوية التفضل زدية يسعى الطهارة الكبرى، ولكن مريدي خسرس الوضوء أدي يعوض الوضوء ما يمكن يسبغ الوضوء المعنى ثقي قرنس الطهارة الحكمية. ندوسية الطهارة ثمان سيدي ربي في سورة الفرقان آية 48 وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ثمان يسعى ينوب عنه التراب وسائر المنظفات أشياء كما سنشرح بعد حين. كذلك من الأمور ديالنا نبدأ نشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة هو الطهور ماؤه الحل ميتته. كذا سبب ورود الحديث إمي الصحابة الناس يا رسول الله نركبوا البحر، يعني تروحون البحر ذلك في السفينة ثفلوك طبعا ينسف الزمان ينسن الناس يمكن تسوي شوية بوامان ما تشطس بوامان، أما أني يصلح للشرب يثسي ثمك سفاذ أمشي أنا نخدم مرة ديال الوقت نصلي ترى أنغ الوضوء شوية بوامان ساعة أنغ يعني أن توضي سوى من البحر. والنبي عليه الصلاة والسلام يفكاس الحديث حديث صحيح ما كان السلام الدرسني عدان إن يسن هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
العلماء منهم الإمام عبد الله بن مبارك والإمام النووي وغيرهم من العلماء أن ذاكي النبي عليه الصلاة والسلام ودي فكر جاوب في السقسي كان استقسمت فمن البحر أما كان يوديون هذه كومبي ديال البحر يبضوا خنزال ذاكي ما يجوز توظير سوى من البحر أصلا يجوز نور يجوز لا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يفكاسن أكثر بين استقسام ذاكي العلماء الند وهذه من محاسن الفتوى يعني ودي فكرة كان الجواب في استقسي يفكاس الجواب أكثر بين استقسام فمن البحر مجوز الوضوء إن يسن هو الطهور ماؤه أما البحر جوزا باش أمذان أذي توضي السكسن يكمل أكثر بين استقسام الحل ميتته يعني أين تعيش ذي البحر يجوز ولا ما يموت تتشظ ولكن فيه تفاصيل هذا غرغوصنت بعد حين في قال درسني عندنا خدمة الإعراب سبب الورود إلى آخره وبعدين الشرح المجمل المنهجية المعتمدة الشرح المجمل للحديث يعني جلوبال الشرح جلوبال للحديث ومن بعد مقياس 5 رقد البو فقه الحديث بعد نفكر عنوان فقه الحديث معناه ذا شو يغدي يبوي الحديثاني ذا شو الفهامة ذا شو التموسني أغدي الحديث نغ دلالات الحديث نغ استنباطات من الحديث ماذا نستنبط من الحديث نفكاد اختصارا أيضا نادي النقطة ثم زوروث البحر أمان البحر جوزا يعني ماء مطهر طاهر في نفسه في ذاته مطهر لغيره نتزدي ويزيزدي ويا نادي النقطة الثانية الماء الكثير أمان سواطاس لا تضره النجاسات نبويد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأحمد إن الماء طهور لا ينجسه شيء نبويس الحديث وأيض يميدهن فيه استثناء حديث أخرجه الإمام ابن ماجه وصححه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إنت إلا وقيل الزيادة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه سوما يبدل وصف من أوصاف الماء يعني التفضل إما يغل ومن يتراحل سان يجير الريحة النغ مرة تعرض التفضل قنسن يعني ذوق نسني في الدل مشاكل إلى دامان النغ لا كولورين سني في الدل لأن هذا كي ولا يتوظن سبانش نغ بيبسيكولا نغ سلورونجينا نغ كذا خاطر يزمر يودي يغلوظ ذكي يتفقر يحسب يتدامان نغيف دراسي ونتي جات ذامان قرعة سعيدة يبوياسي وقرعة سعيدة رسد بانش الور ذكي الله يستوضيال مي بلسيميس يسار دي فاسيس طبعا اوريزمون دايور ذي مية دي سنابري فاسن خاطر كان ذي ميدين كورا باقي مشيرين كارو تعتف ضاطاس وتبذرض بانشنين الكازوزني ولكن جوست بعد يفسنيك فقط سيميك يعني الطعمينس يفدل اللونينس يفدل لاكودينس يفدل طبعا ميلات ولد وني نفكاد التفاصيل كيف مثلا ولكن ثلاث نقطة أنا وكذا شوية في الناس النند ذا شو حكم الماء إذا أصابته نجاسة أمان ذا شو أمان أكيدي ميلا في الشمس أكرمكم عن نجاسة ذا البول ما شابه ذلك يعني أمان تسع ما خلطنا كذا ذاك خلاف فقهي العلماء الفريق الأول الحنفية والشافعية والحنابلة لا شو دنا وكذاكي الماء أمان ميلا الشويط بوامان ماشي يطاس أذ يغال أريد زارع أستوضي السيسم أي غار ولو لم يتغير أحد من أوصافه غاس وريف دلار لا كولور غاس ميلا ذوقينس طعمينس مازال كني قلا يعني مازال نورمال مع ذلك أريد زارع ميلا شوية بوامان وكي الفريق الأول إذننا الحنفية والشافعية والحنابلة مثل المالكية المذهب المالكي الناد لا ينجس الماء بوقوع النجاسة فيه ما إلا النجاسة أمان تسا كشمل الكوامان إن يكون يتوالر النجاسة
يعني يجوز استوضاء السيسن إلا إذا تغير أحد أوصافه. مثلا عرض الطن يفدل الكنسم نغلا كل نسم تبدل نغد ساحل كرمكم الله أثر ذاكيني وكي رأي الإمام رأي المالكية. ولكن نند في كان ديون القيد سواء كان الماء قليلا أو كثيرا ليش يمكن عبرة عندنا بتغير أحد الأوصاف. أما شوية بمان نغطس بمان الحكم هو ولكن كملنا عمقان في الفقه نسن قالوا بكراهة الوضوء أو التوضؤ به مع وجود غيره. ميل صيغة منوية سديث 100% ثوال ضماناكي تخلط النجاسة أما انتسى ديال المثل إنك مكروه أتجضماناكي خلط ديك سوا ما انتسى غاسو تبدلار الأوصاف ينسى ما كان ديال لا كولور نسى ينسى الريحة ينسى ولكن مكروه أستوضا السيسن ما صيغ أمانوية إكستيا 100%. ثمن انتلا غد العين صار غد الروبينين غد ثمن اللهوة ثمن بوذفل ثمن نلفير إلى آخره. طيب إذن ثقي الناس اللي درسني عندنا في بعض التفاصيل من بعد أدنو على سجايث مثلا أدن في شوية تفصيل فين عن الحيوانات البحرية إذا ماتت في البحر. الحيوانات يعيشين داخل البحر مموتات ديال البحر. ذا شو الحكم ينس؟ الحوت يتعيشين البحر مدينة الحوت بجميع أنواعه وكذا يمسنون سنن الأنواع الحوت قلنا داخل مين الحوت إني مادام يتعيش ذي البحر يموت. ذا مثلا الجواب يسد الحديث الإسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. جاء الجواب أكثر من السؤال وهذه كما قال العلماء من محاسن الفتوى. طيب إذن الجواب حلال ولكن مثلا الفقهاء يجمل في التفاصيل. تزرم الحديث المتفق عليه رواه الإمامان أخرجه الإمام البخاري ومسلم إن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ذا شو المعنى الحديث؟ أول ما يفغر بالخير السفكر بالفقه في الدين. الفقه قيث مثلا ماشي كان ذا المعلومات ماشي كان ذا المعلومات يزمر يوم هذه يسعوا المعلومات باجاج سيونتيفيك المعلومات بالك يحفظ القرآن طاس يحفظ الحديث طاس ولكن وريس على الفقه. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يزمريون أذيويون الفقه يثنت مسنين إيوايا أتفضل لعبذن المتلقي لعبذني راه تسلم راه تحفظ وما راه تسكن غاص المرض بالك يسعى الفقه أكثر بين سيون الفقه. لذلك كان العلماء العلم والفقه الفرق بينهما أن العلم يتعلق بكثرة الرواية أما الفقه يتعلق بعمق الدراية. يعني تفضل ثمسنيس تخمق يتعمق في الفهم. لذلك الفقهاء يفصلون وذاك إن شاء الله هذه اللغة كاش نهار غادي نهضر في المدارس الفقهية تسكاك بعض المعلومات مثلا الفائدة. المدارس الفقهية ثلاث المدرسة ويقارن مدرسة أهل الحديث ثلا المدرسة أيضا وميقارن مدرسة أهل الرأي ماشي التفاصيل فكار ولكن مثلا مدرسة أهل الحديث مدرسة وقافة تعتمد على الأحاديث أين كانت يسند الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واستقسينا راه فينور نظرية راه أدفكن فلاس الجواب أشيني دعها تقع ثم سل يعني ميث ضرر من بعد استقسيد. ولكن مدرسة أهل الرأي من خصائصها برمي سي كاركتيرستيك تتعمق قفلات ضرور يوثن تمسات نغيوثن تغوسة أدفك دي بروبابيليتي احتمالات أشين يولك يضروا كذا وكذا لا شيء يضر مفهوم.
مثلا تفضل ثم تروح في رحله الحج مع مجموعه من الناس، رفقه مامونه، من بعد ثموث ولا تسير بالك يدير كازم مثلا ولا تسير ادفكن حاجه وضراره، ولكن كاين الزمرات تضر. وطبعا الباب لو كان نفتح باب يعني مدرسه هذا الراي ان فطس التمثال في استقساين اي ردنا لو لقيت مثلا العلماء لاقي الفقهاء استقساين ناد مثلا هل يجوز يعني بنادم اذيتش اين تعيش ديال البحر ولكن يشوفها غير الحيوانات البريه، الحيوانات تعيش ديال البر، اكرمكم الله نقشون الكلب ان الخنزير اكرمكم الله. طبعا ذي الفقه مثلا باش يكون مره تعاود يعني اكرمكم الله على طول خطه بلي جا نكشف التفاصيل كثيره وتواضع ربي وسمحت لي بين قوسين يعطس كثير يعطس زرد السنه ما يعطس يون السيدي يرحمك الله انت شيني يا اخي دين الحمد لله شا سيدي يرحمك الله يهديك الله ويصلح بالك الور يون ذوي السنغ مليح يعطس بزاف يعني من كل دقيقه سناف يعطس نكشمك ديون الورصه خميس يبدا يعطس 21 يفرد انا كمي قال يرحمك الله الناس والي يرحمك الله المنفق يعني كان من نفغ مساعة ذا ثورة أكرمكم الله ورب أجل الله قدركم يعني أكوين رديني غاكي مجدش من بعض التفاصيل العلماء ميلنا الحيوان تعيش ذي البحر ولكن يشوفها غير الحيوانات تعيش ذي البر، الحيوانات البرية ذكر المثال الخنزير كرمكم الله نور الكلب إلى آخره. النند الحنفية لا يحل أكلها ثورا بعد المجال التفاصيل يعني ذي المناقشه باش تفك مستقسمين نستقسين غادي يفك الاضافات غادي يفك التعليق الى اخره. نند اريد زلام وكي مذهب الاحناف الشافعيه اكو المالكيه نند خاطئ يحل كالسمك ام الاثنين ام الحوت اين كي تعيشين ذي البحر غاس ما يشوفها الحيوانات تعيشين ذي البر. الناس كلنا نطبق ظاهر الحديث واضح إن هو الطهور ماؤه الحل ميتته أين كي تعيشين ذي البحر ذي الحلال قال ذي القبائل أي دير البحر ذي الحلال، ولكن فكاد الاستثناء النند استثنوا ما يعيش في البر والبحر أين تعيشي ذي البر ويتعيشي ذي البحر. مثلا في كان المثال الضفدع أم قرقر الضفدع وكيني يتعيشي ذي البر ويتعيشي ذي البحر نند وكيلا يجوز ذا كيف كانت التفاصيل. مثلا الحنابلة نند نكوني نحرم الضفدع خطر وقاسوا عليه ضحية البحر نند لاستخباثها بالطبيعة السليمة خطر به القرآن الكريم حرم عليه الخبائث أحل عليه لنا الطيبات وحرم الخبائث. أم قرقراقين الضفدع لو كاين كلاصيف أنت تكلاصي هذاك الطيبات لا الطبيعة السليمة الفطرة إذا غير خلق ربي سبحانه تستخبثه يعني حاجة خبيثة وري زمار بنادم أتيش لذلك نند بحرمتها وري جزالة بنادم أتيش ولكن يعني التفاصيل كمل في التفاصيل ويا نند طيب سيدي أنا قيمت هذه الحوث السمك الذي مات في البحر مدة معينة حتى طفى فوق الماء الحوث اللي يموت ديال البحر من بعد يفرارد أكاس دمتي ديال الموجات شوف لا البحر هكا وشي تيطيش الى اخره. ذاكي الحنفيه المذهب الحنفي نند مكروه حكموا بالكراهه نند مكروه اكلوه بنديو الحديث ثورة ذاكي مثلا سمحتي بين قوسين ذا شو كيقول انا كندير دوس مزوره الى قنسعوا لا ميثودولوجي المنهجيه. ذا شو المعنى المنهجيه في فهم الحديث ورسمير ضارة هاد السفغض يوث الفتوى نغيو الحكم سجيو الحديث وحدس
إلى قدوي كل أحاديث إيكانان ثمثلتني باش تجغض لي جوجمون الأحكام. لو كان تفضل كان يقول الحديث يزمرات تغلظ يزمرات تشغض. وكنت سميت غير مثلا بعض المعلومات يكون دني سابقا نتعاود باش الزونت ولا غنا يمكن نقول اين يعني الوصيه التستامون شفي غاش كون دني ني غوني مثلا كاس نقض القران وحدس يزمر تظلمض لي زيرتي الورث الوصيه القران الكريم يناد من بعد وصيه توصون بها او دين. ربي القران الكريم ودينا في القران الكريم ودينا راه شحال وصيه وين العبد قبل هذه مثل هذه تستامون وصيه وسجد قارن الالاف الوصايا عندما يمثال متجمعنا راه كل الاحاديث ونتفاهمنا راه لو كان داوز القران حين يون قبل هذه مثل في الوصيه يون سي الورثه يون ذميس نغذي الليس اسيج تستامون وصيه بالك اسيج النفس اكثر أدير ما يجوز حين العصر القرآن الكريم يجوز ربي من بعد وصية توصون بها أو دين من بعد وصية يوصيها بها أو دين يوصينا بها أو دين صفي القرآن الكريم ما طبق القرآن أتظلمض الورثين هذه ضا شيخ المغيمان حين هو غير الأحاديث خاطر الأحاديث تبين تبين مجمل القرآن تقيد مطلق القرآن بديو الأحاديث هذا فضل النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث هذا أولي قارا أتجد تستامون يوسي الورثين يوسي قراوي سيتادير أسفكض يو فافور أون بلوس زيادة خاطر كما راه تمثل أد يسمي شنو يفكر تستامون أسيني وثماثنيس يقول لي زيرتي أتونسيون حذرتها تفضل تري كان بافا أنا ما بغي الوصيين والحقيقة مي قبل الوصيين أد يخدم الله الشام ذا غادي يورث تريكا الروي شويه لكن يا عجافه باش تموت ضاي تنطل ضاي نقراك بزكا يا عجافه باباتنا يخدم اخت باباتنا وري خديمه راه اللي عند اليرا ذيك مثلا اتجد الحقد اتجد يوكورن يوراوي سي بوس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوارث. طيب والحديث يكفي ما يكفيش ارمد الحديث وايا جمعي ثني ديالك خاطر يزمر سيدي اخويا معليش وتسكر الوصيه يمين غير لي أذفكا يونو الليل ذا وجيل أسفك غاك تري كاينو خاطر القرآن يدي حد الدارة والحديث إذا كنت تسكر كان يوسيري زيرتيني أكينا غادي يوثيك وقور تغلظا خاطر الحديث يناد الثلث والثلث كثير ولا قرصت في أكثر أتير أجدو تيرني أذو غالنتي الورثوية إن ذا الحديث وايض وكنس حديث سعد بن أبي وقاص إلى حديث وايض إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعمالكم زيادة في أعمالكم يعني في حسناتكم فضعوه حيث شئتم ولما جماعة الخير لذلك ثم كانوا في موضوع السمك أديسون حيني الحوت يموت بالك يموت يوم واسنا يومين 3 أيام يموت ديال البحر يبوظ لاجليس من بعد طفا يفرد سفلى بمان يوثي يطيش يجوز تشرمخات ذاك مثلا الأحناف الحنفية قالوا بالكراهة خاطر صح عندهم الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود بإسناد صحيح يناد وما مات فيه أي المثم ديال البحر يعني وطفى فلا تأكلوه. الله أكبر. ولا العلماء يديرنا الساعة يتنادينا كذي الإعجاز العلمي في الحديث الناند الحديث يؤدي نفهم منه مراعاة الجانب الصحي للإنسان خاطر الحسن إلا ديجا يموت طفى فوق الماء وشوف يطيش وكذا وين يزمر يظن الصحة بنادم ولا ميدسين ثو كذا تمثال تاكيني صافي ثاكي أكاكي ثوارد الشمغ في تفاصيل الثياب أين يعنان الصفر في الدرساكين بعد دروس ويضا نبدو تصاليث إن شاء الله درس وايض أنا بدو تصاليث درس بوساكن فوق أين يعنان الطهارة ما عدا بعض التفصيلات ممكن كفار الساكين ممكن نكمل في بداية الدرس القادم. طيب سؤر الكلب أكرمكم الله ثورا كل يوم فينا ما يليش مدوق جمسة خامس إما يسوى فيذني وما تشمع ضمان انت يسوى سقوامني أيدي قران يا أخي إنسان يلغى مني يسوى سقوامني يقران أيدي قران كسمس قرن السؤر
يعني ما تبقى أي نتيجة وقجون ميكسوا ذو أمان إثبغض شيء تتسوض الشيء ذا شو دينا شرابيس ولا ذي الإناء يعني أذافذون ما الطاس ما الإناء كلمة الإناء يعني أواني أكويني زمان الجمعنا ما سلطان دا تخصن ومان الغاشة الجمعنا ما نجيب كل شيء ذي الكيسان ذيك الرصيين ذيك فيذونا إلى آخره يصدق جولي شوي يعني يسوى السنة ذا شو الحكم خاطر مادام قالوا في باب الطهارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إناد النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم يعني تسدي من الإناء نطاس أما كدني الغفيذ أدى الومان نوان إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ما إلا كرم قشون يسوى فينا سكفيذونني أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب الحديث كي أخرجه الإمام مسلم الصحة إنايك ميلا ثفلا داقشو يسوى سكفيذون أندل الومن تسيث ذاكيني إنايك إلا قد سرض 7 فيكال 7 يفردان ثم زوالوث سواكال ثم زوالوث سواكال طيب بعد نفك دالة الحديث من استنباط الحديث نفك الحديث نفك تفاصيل إلى الفضوايا الإمام الترمذي إناد فليرقه يعني أمانني إدي يتجاوجون سنغليثا وإلا قارت الصوض السيس في الفايدة ديال الصحة نزرم بعض الأحاديث إلا ذا الإضافة في الحديث الإمام الترمذي كيديروا الإمام الترمذي إناش أخراهن وأولاهن بالتراب أما تمزور ثم تسنقل سواكان أي غير كذفة كان صافي ذاك لنا أمان ذواكل ولذلك كان درسني عندنا مدننا سبحان الله ربي سبحانه يفكر أمان إن ذكرت في الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي أما ناقيني إجاريتنا ربي السبان يثوثر ثنا الحياة وصرام أكثر من 70% إنسان ذي الكورنا ذي الجسد النغ ذمان الباقي ذي غسان ذاك سوي إلى آخره 70% يا عجبة ذمان ذينا ونفس الشيء قلنا ذي الكرة الأرضية يعني اليابسة 30% أمان المحيطات البحورات إلى آخره 70% الواحد ربي لو كان نسرح ربي يتفضل البحور اش كان يضرون كل شويه ربما كان كي ثرقه تغرق الغاشوي ضر العجب هذا ولو كان البحور وكاد تفاضل البحور المحيطات يا ربي الحمد لله كل حاجه في الحكمه اما كان يجي على ربي امان السبان تثرثنا مقوم من مقومات الحياه عنصر من عناصر الحياه ولو كان ديك الصاصي بنادم امان استرضى ما كيكون دني غاسني ليسونس غاسني السوبر مولحو يا نظير غير نظيف كي نظير الكازوز وكذلك يجعل ربي ذا النعمة أيضا أمانك يجعل ربي مادة مطهرة ذي المادة ذي الوسيلة تزدي باش نزدي ذا شو كلا نرد السكر بمان ذي التراب لكن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذاكيني في ذر داكان باش ناخديني يسعى وكان المادة تزدي مهمة ومهمة جدا من هنا ندرك حكمة التيمم ما لا يون ولا شمال هذا يروح سكان مثلا السروات ولا يشرس ولا القضاء زبور الشتوى ما ولا شمال ماشي ياسين الجغا تصلي ثلاثه بدي تقصي في الحلا كيخدم يا داس يعيا لانه يغسل جلباس كان صباح عطاس تزرع ماشي بحاجه يعني ولكن غادي لا لي مدانا ما القضاء زبور كيني ولا شبان وكذا تجار ثبدي تنتوي تيرني شي طهور الماء الوثر انت داوي يوث في ثاير خلاص شامل في ناس يجي عليك ربي لا وكان ولا شمال ولا شمال يفعل في الأجوامان لا حرج تيمم سواكان يتزلط سفلى بواكان وثاني عملنا ظن ربينا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فكذا سوين يفكر ربي سبحانه الزياده ان في صلى الله عليه وسلم في الانبياويه يجعل قاع ربي في الجامع يا هكا وزيد الطهور يعني فتيمموا صعيدا طيبا الزمر استيمم سواكان نصوص طيب إلا رواية الحديث وهي مثلا زيادة الحديث وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يمرث
بلا ما فكر التفاصيل اكتفي بهذا يعني اكتفي بهذا الكمله هذه شرح الحديث ذاك مثلا انفهم ثورة دلاله الحديث ذا شو الحديث ذا شو لي جوجمون هذا الشفس الحديث اللي يقول الاسلام ثم زواروث نجاسه ما ولغ فيه الكلب عند إذا دوقجو يسوى سقامانني أمانني نغلقوثني الفقهاء كانت تفاصيل أما زمان أما ذي القوث السكسول الشربة المرقى إلى آخره أمكنني أماني نغطعامني نغلمكنني القوثني ثغال تشميش النجاسة يقلان يعني قامان ذي الثغال ما يفرزه لعاب الكلب هذا وكي مذهب جمهور الفقهاء هذا مذهبهم فكانت سن الأدلة ذي مقرنة دليل مزوارو ألف أن إمدنا الحديث طهور إناء أحدكم تسدي الأواني نوم أما تقدوح ذا فيديون أما كذا أكيد يسأل الحديث يعني شو الدليل باللي الطعام نغمني أصابته نجاسة الكلب معناه أي لكن دي فغن الدين القرن يعني اللعاب الكلب ذيك النجاسة وقي ذا مزوار ألف با ننت ورود الأمر بإراقة سؤر الكلب يساد الأمر ديال الحديث حديث الترمذي يدينا فليرقه معنى السنغليث إلا أمني جا أذنغلن هذا طيب وذاك الطب الحديث يوكد ثمساتك قال الإمام النووي في بعض الشروحات يعني أذكر خاصة الإمام النووي شو دينا أولي سيد دينا كي دينا إنه ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره ولا بين كلب البدوي والحضر لعموم اللفظ وكذوال الإمام النووي إنه ولاش الفرق يراقجون إني يدي يبويون ولو كان يبوثيد الصيادة يبوثيد يتعيشي الخام يتأسس خام ناخذ راقجوني ونسالي مولان يعني ولكن يهملن وقال الإمام النووي إنه كيف أي غير إفكاد الناس إنه لعموم اللفظ ولاش ديك سبسو ولا ميدسين أيضا توكدت العلم بواسع الطب بواسع باللي يفرز لعابني إفرازات ذيك المواد نجسة ضارة بصحة الإنسان يعني ثقيت الفائدة للصحة البنادم الفائدة في السنة الحكم السن ضرورة غسل كذا ماشي غسل بفتح الغين غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب معناتها أما غض سني نغض الطاسني نغض فيذونني نغض تفاقيثني إلا قد نزيزني 7 ثكان إلا قد نسير ذاك إذا العلماء فكان شرط تفاصيل العلماء المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن الغسل 7 مرات الناد إلى 7 ثكان 7 يبرر أكيد يوصل الحديث 7 ثكان يقول قد السر الزيادة يعني تأكيد التطهير وإزالة النجاسة هذا أكيدنا والمالكية فكانت أكثر شوية لد والأمر تعبدي معنى فيه جانب تعبدي أي غردين تعبدي خاطر ماشي كل حاجة ندركوا حكمتها لو كان كل سكسي غيث مثلا أكوين يغ الوضوء أي غرا إلا ترتيبك يا أخي ما توضي يفسد ذي مزورة هذا تصيونا كما يسميو الحديث وايض يتصي كارت الصباح إلا قال يسير يفاس ذي مزورة قبل لا يجري فاس نيس ديال الطاس بون روبينو هضر فلاس روبيني فان ولا شادة في فوسيك الروبيني ولكن ما إلا الطاس ولا دياوين الطاس إبريق يعني الإناء هذه السير قبل هذه يجري فاس نيس داخل إلا قاد السير هكا غادي تفطاس هذه السنغلامان ذا السنغال سيفاس نيس إذا الحديث اللي يكون زرارة أن دانسا يفاس نيس يعني بكل ذوق الحداقة يقول هذه الحديث هكي إنك السيور ذيك فاس نيك السير ثيثن زيز ثيثن
قبل تهرض فوسيك داخل الإيد متصل داخل الفيديو خاطر الزردرة أن تنسى يفسني طيب أسيدي أبري فسن ذيمي ذا قموش ثلاثة يبرد أبري قموش ذا مزارن أبري نزارن ذا قابل ذو ذن أبري ذي فسن زماكينا بوركوا لي ديتاي بوركوا الترتيب بار يوث الدين التعبدي خاطر كي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم نخدمك وخلاص من العلماء لو كان يعني تقني في هذه الحكمه خاطر اوصف الماء يا اخي الماء الوضوء بفتح الواو من نات هو الماء الصالح للوضوء مثل الواو الفتحه زمان يصلح للوضوء مثل الوضوء الضمه وضوء المعنى يس العمليه لاكسيون دوبيراسيونيل عمليه الوضوء أدير ولا قاري يسعو الريحة ولا قاري تسرح الومني ولا قاري تفضل الكودور نسن ولا قاري تفضل الطعم نسن هكا لذلك العلماء دينا الترتيب الوضوء ديس حكمة سوالني كتوالي هذا تفغامان ولا سوالني صافي ماشي الباش ماشي الكاز ماشي الثمن طيب ولكن جوست ابري فيميو إما يفضل الطعم سيدي الفقه سيميو قبل هذا عاد تبغى ما كفي الوضوء نضيع الوقت إما إلا الطعم ينسوري في الدلالة انزل الريحه هذا ديجا في لي سكوند مزور تفريض الشوال اسكو كمان يصلح مصلح لا ابري كمل والله نورمال اي دني غاكا اجتهادات العلماء ولكن كنا ديني الترتيب التعبدي اما كذاك المالكيه ان الامر هنا تعبدي اما غيرهم من الفقهاء فقهاء الحنفيه والشافعيه لانه كذاك المقصود ازاله النجاسه يمدينا النبي صلى الله عليه وسلم 7 ثيكال 7 بردان باش تكسر النجاسه ولكن الحنفيه نشد الاحناف ان 3 ثيكال بركه مثلا نظام 7 وقي مندوب مستحب سورة الحنفية أنسيكم ديك الراية سورة السلام الحديث 7 ثيكال في الذرديوث نتمسات تسيد قرن علماء الحديث إنك ما إلى راوي الحديث يرواد الحديث طريقة ونسيخذ خلاف ذلك ماذا نصنع؟ تلك مسألة تحتاج إلى تفصيل قد يفعل راوي الحديث خلاف ما يرويه ماذا نصنع؟ في مثل هذه الواقعة الحنفية النند 3 ثيكال يكفي تجزي تكفي تحقق المقصود تحقق الغرض تجزي ولكن ذي شو الدليل نسن ناند خاطر نكني نغرى ذي الفتاوى ان ابو هريره افتى بالغسل بفتح الغين بالغسل من ولوغ الكلب 3 مرات زائد فعل ما أفتى به أبو هريرة يسردت كذلك فقط ذاكي وكي الدليل يدبين حنفي فدل ذلك على عدم وجوب الغسل 7 معناه مادام يخدمك أبو هريرة إذن أذو غالت 7 ثيكالني أدفغنت سي درجة الواجب الشمت في درجة الاستحباب فغنت تدسي الوجوب شمت الاستحباب معناتها هذا الخصم رأي الحنفية إن يجوز باش تسر عندكني يلا أمكنني يلا وقجون 3 ثيكال يكفي يحقق الغرض إنك لأنه أبو هريرة أفتى بذلك 2 يخدم شيء فعل ذلك في 3 تحقق الغرض في ازدياد سيلي إزالة النجاسة 3 تكفي ما تبغي على ماد 7 ثاقينا ياك من باب الاستحباب حاجة مستحبة ماشي واجبة أما كاينشي اللي غتاخذ الوضوء القبلة ماشي واجب مستحب فالمهم بغا يتوضي عندي توضي هكا الغرب من الشرق نهضر توضى نورمال ولكن ما تبغي الرجل الزياده الاستحباب توضا جهه القبله هذا طيب 3 الحكم 3 تتريب الإناء الذي ولغ فيه الكلب اش معنى تتريب معنى استخدام التراب تستخدمه اشحال
الابحاث الطبيه ما كان لا ميديسين بوسا تؤكد باللي اشال يسعى ماده مطهره، يسعى ماده الزيزديا. سي بور سا شحال الفلاح الذي يخدم من الميز الوقت باش غادي يفطر مثلا غادي تفكر شويه بكال شغل صابون، سبحان الله كاني يسعى الماده جاي صار بداخليس الزيزديا، الزيزديا اي يمسن هذا. واستعمال التراب ماده منظفه ما كدلنا. طيب في صرمعه جمهور الفقهاء يرى اشو دير جمهور الفقهاء، ما دير الجمهور يعني معظم الفقهاء نند بنجاسه سؤر السباع والبهائم، سباع البهائم ما عندها سفرد الحكم وايض نند إزم والقاسي قرنا محروم يعني اسمه تقبايلي هكا يعني صناعتي دينير نغ وشن نغ افارار ثعلب رنار هكا نغ وكذاكي كامل نغ يدو ويقرص يدو ويقرص القردي نعم إفكي واكي كيف لا ما إلا ميم نتسا ماذا دا يسوى خاطر نقدر ربما يقول قرا ساعه كورن سيف كان يسوى بعد يسوى نتسا خاطي منو خاطي وكذاكي ورجوسنا راه ند العلماء يجي جمهور الفقهاء ند لنجاسه لحمها خاطر ما يكسو مسن ذي النجس ولا ذنيتني ذي النجس قياسا على نجاسه سؤر الكلب خدما بالقياس. ذاك يتمثل القياس. القياس كاينيه تفكر اون بارونتيز. القياس ديال علم الاصول هو مصدر من مصادر استنباط الاحكام. سيتادير يولمي غادي يصير الحكم من الشريعه كيف تغوصه كيف تمسات يسعى لي السوس ان دريوها هذا هو القران الكريم. القران الكريم بعد القران الكريم السنه، سنه النبي صلى الله عليه وسلم، السنه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين الاجماع من بعد وصل مع القياس. القياس يقول شو المعنى؟ يسكن العلماء الاصول قياس لامرين في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم. دقي صافي الاركانينس المقيس او المشبه والمقيس عليه او المشبه به، والحكم حكم الاصل، والعله يعني سبب التحريم، علة التحريم نغ علة ورود الحكم. سي كذاكي الاربع اركان نتاع القياس. الحاق امر بامر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم. الحاق امر بامر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم. نفتح قوس، اسمحوا لي، الخمر يحرم ربي بنص القرآن. الشراب ذا الخمر الحرام ربي حرم يفذريث يتسيسميس، والحديث يفذريث يتسيسميس. ولكن روح يا زمان جي يا زمان السوف غادي مثلا اين يخدمن ام الخمر نغا اكثر، ولكن ماشي الخمر يسميس يسعى يسمى الوياض بلا ما فرخ يزمر كيني ونا ربي ويدي فيها صافي يجوز سوا شو حد سوا حرام من كذا جديد لاقي المشروبات المسكره الحديثه تم تحريمها بالقياس. المصدر يقول الاسلام القياس. الحاق امر بامر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم. والعله كذا شوت العله ذا شرحت العلماء علماء الاصول وصف ظاهر منضبط الى اخره متعدي. ضغف كانت بعض الامثله انك ترى ربي حرم الشراب يمي يتسلسل اماما خاطئ. الطريق حرم ربي الشراب يمي ذا سكوا اكرمكم الله يعني خاطئ. ماشي على جال كولور، ماشي على جال السير. حرم لعله الاسكار خاطر يذهب العقل يتسكير يتساوي العقل بمذان يشوفوا العقل ومذان. الور العله كيناك ان داثله اود الحكم من الاصل طبقيت في الفرع. سي الاصل الحكم اثيد الجبض وطبقت في الفرع. الور ذاكي العلماء الاسلام الحكم كان قالوا نند قياسا على نجاسه سؤر الكلب. هذا النقطه الثانيه ثانيا النظر سؤر الهره يعني
أمشيش سوتي مشيش يعني تعيش نيدنا أمشيش إلى آخره تعيش نيدنا مثلا كوزين مثلا إلى آخره. ألورا ولكذاكي إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع هاكي خاطر باش تزرم السنة تبغى أغث تقرز تثرثنا تحافظ على سيرنا تحافظ على تسدينا على ثثرثنا إلى آخره. التفاصيل اللي عندي السنة مثلا التفاصيل لذلك إلا قال سوس على خاطرنا باش نفهموا في المسألة اسمي النبي صلى الله عليه وسلم فين أدش تمشيش الهور الهيار تمشيش غمشيش ذا شو دينا النبي عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس يعني تمشيش تاقي غمشيش تاقي ما تشيد النجاسة ويسعى النجاسة إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. الحديث هاكي يصح أخرجه الإمام مالك والأربعة يا أخي ناد لكود ابن حجر العسقلاني مدينة السبعة ألوي السبعة ياكي مدينة الستة ألوي الستة ميناد الخمسة ألوي الخمسة ميناد الأربعة ألوي الأربعة ياكي معناه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكيد الكودينس ابن حجر مريشيني أخرجه الأربعة معناه أربعة ياكي صافي الإمام أحمد الإمام مالك عفوا إمام مالك ديال الموطأ والأربعة يعني ابن ماجه الترمذي النسائي وأبو داود. ذا شو المعنى يسمي ديال النبي صلى الله عليه وسلم الطوافين الطواف الطوافين أو الطوافات. المقصود بذلك الطواف مع الدوران على الشيء مرة السيد الفلاني يخدم الطواف في الكعبة يطوف حول الكعبة يدور الكعبة الطواف حول الكعبة مطلوب ذي العمران ذي الحج إلى آخره. طيب سيدي صافي الطواف معنى الدوران حول الشيء ولكن داكي المعنييس ما دير في مشاش غنمشيش يطوي في الدوير فلانة الدوير يمذان الدوير داخل البخام يخالط العلماء ناد معنى المخالطة أهل البيت يتخالط الدوير يتعيشي أو ذي مولان بخام هكا استسمى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ذا شو فقه الحديث ذا شو دلالة الحديث يقول الإسلام الدلالة مزواروث أين دجا ومشيش السؤر الهرة وكي طاهر مطهر طاهر في ذاته مطهر لغيره يجوز الزمرضة مني عندكني اللغو ومشيش الزمرضة تسوض أما كان زمرضة تسوض الصيص يجوز هكا خطر النبي صلى الله عليه وسلم ليست بنجس الحديث صريح. الحنفي والمالكية ناند بشرط ألا ترى نجاسة في فمه بالشرط خاطر تيكون سمحتي أتفضل مشيش يبود نجاسة الكيميس من بعد يلا وكيفكيني نغدو مني ثم لا تصورني نجاسة خلاص ذينا صافي مادام إلا الشرط إلا ولا قراءة الصوت غادي تصدموا الوضوء هكا. والمالكية المذهب المالكي إناد قال بالكراهة إذا كان مجهول الحال أمشي شنو الله ما زران سيدي يوسف زران سيدي يوسف فكرة ذاكني إنه قال المالكية بالكراهة ولكن تولي الاختلافات الفقهية جماعة الخير خاطرنا كيرقم ذن كاين إذا مخالف الفقهاء حسب الاختلاف الفقهاء سي ان بوان فابل ديال الفقه الإسلامي سي فو خطير مازال الجزء ان شاء الله نزرطس من تفاصيل الناف ما مخالف العلماء ديال الفائده النخ لماذا الفائده النخ كافراد اتفضل سيدي الرماد تساعد هو الغرش اتستخدم الدواء السبل نخ للحاكم السلطان الحاكم ولي الامر لدى المسائل الكبرى اتفضل مخالف الناس الفقهاء السلطان يختار الرأي الذي يحقق المصلحة أكثر أدي يختار الرأي الفقهاء الذي يوي الفايدة أكثر الأمة مكثر الحاكم يكفى ووال باش تسير الفوضى يري مذانا لذلك نادى العلماء رأي ولي الأمر يرفع الخلاف
يعني شيء عظيم. إلا المؤتمر في 1948 في مدينة لاهاي، المؤتمر واحد في 1950 51 في مدينة لاهاي، مؤتمر القانون الدولي، مؤتمر المحامي الدولي، زوج مؤتمرات هاكي اش ودنا نيثنيا ماشي في سلمان. اسمو قال لي غير شويه الفقه الاسلامي، ان الفقه الاسلامي اللي مخالف الفقهاء ان اختلاف الفقهاء يشكل ثروه فقهيه قانونيه عظيمه. اثنين غدينا ولك يضينا ولك. لذلك تاخذ نابليون يجبد الكود سيفيل الفرنسي الكثره ديك سيجبد سي المذهب المالكي يكتو طبقا للاندلس يقضى على سكفاس الجنسلمان يا ولا طاس أطف شري جنسلمان بوينت الكود سيفيل نسن بوينت الكود سيفيل الفرنسي إديوسان سي الفقه الإسلامي بضاعتنا ردت إلينا. مازال زاد فيها تفاصيل يتمثل بالأدلة يعني الواضحة باش توضح المسألة المهمة. أيوة ثورة النقطة الثالثة يتشوف العلماء سي الحديث هاكي دل الحديث على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه. الناد مادام فمشيش ولي جزارة شراء يكسب مشيش جزارة والهضرة في قال يخدعنا يتمثلنا هاولا جمشو شتنا يا خاكا يا اخي واحد عامين هاكي في لافير جوستيس وزرا استمسات هي سي العلاقه ولا جوستيس مليح كرمكم الله ديك سوق بغيول الحمار زلانت دغيا نديرو كاريكاتوره كندير الجامعه خاطر الجامعه تشات طاس تشات ديتيديو دغيا يمشي يختار حتى سيقول نفهم ليس وقيلا تشامكسو مني هاكي نكته كان يعني ولكن خاطر ثورة في قلب تسوى ربي على خوف ربي خوف ربي. لذلك كندفوت الأحكام الشرعية كلارينات القوانين واضحة يخص وين نظم الإيمان خوف ربي ما يلعب في تسوى ربي الخير ربح القبائل سيش قارنا بوادوي ونتسوى ربي ولي تسوى ربي ولا ما يشي الحقيقة ظلمك ميسي نظام ربي يستحقك كي نستغفر الله مما ثغلت تقول تسوى ربي تسوى غيث أقوى تقول تسوى ربي. ألور نند العلماء مادام إحسو بمشيش ويجو سهلة مالغريسا مادام يسعيش داخل البخام ذي مولى البخام يجوز وين ديجا أماني ديجا كنين يفكي ديجا إلى آخره. فبالتالي من باب أولى فكذا قاعدة من قواعد استخدام العلماء الأصول فمن باب أولى جواز سؤر الحيوانات التي يؤكل لحمها. سفغا حكم هنا الحيوانات يعني الأكسوم السن يجوز أخرفي فقري فاغط أوثول إلى آخره وكذا أكسوم السن يجوز. إما إلا السوال سكيونو في ذون يقرد فبالتالي يجوز الصوص ومني أماكن يجوز تسخلط يوين مثلا فسؤرها طاهر. النقطة الثالثة والأخيرة باختصار تطهير الأرض ذاكي أكيد يساعد العلماء في الكتاب ابن الحجر يساعد جاء أعرابي مدينة أعرابية كي ذي يعيشين في البادية ماشي ذا حضاري يخص يعني شويه الفهمه اكرمكم الله. فبال في طائفه المسجد اكيد يسال الحديث طائفه معناه ذيوث الناحيه وقت زرم ولاش طابي ولاش لاموكيت ولاش ذي الجامعه النبي صلى الله عليه وسلم يختار كيون يوث يوم بمكان اكرمكم الله يسرح ومن تسيستنا. من بعد سيد الحديث فزجره الناس بقولهم زجره الناس قال شو كي ولا شو خدمه سوال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم الناس جثة يكمل هذه السفرة مانيس نتسايس نورمال. فلما قضى بوله لم يقضى الحاجينس امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب. الذنوب يمر النبي صلى الله عليه وسلم يسوي دافيذون يتشور دمان سنغر السن فمن تساوي خلقني خلاص وسينا راه لا حبستت ولا وثت ولا اشرني يوم سن ما تسا جماعه سيدي البالا نغ ذي تباروتك الساكين خاطي ياس تقرا في السمن وخلاص. فاهريق عليه حديث متفق عليه معناه اخرجه الامام البخاري ومسلم هكذا. وحديث عن روايه ابي هريره اما البخاري اما ابو داود اما ابن ماجه اما النسائي
الناس النبي صلى الله عليه وسلم فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يعني يشجعكم يد ربي غير الشجاع يد ربي وخنوي بالتبعية باش نكون خنوي ثيوي من الدين اليسر ماشي الدين الشدة نغن العسر. وفي رواية الإمام مسلم الناس لا تزرموه دعوه، يعني لا تقطعوا عليه بولته، خاطر مي كفدا غادي يشوفوها من تسايس الطياره من تسايس لو كان حبسا اسيل المضره، ولكن عليه الصلاه والسلام يسعى الحذاقه مثل العجب. لذلك باختصار الحديث يسعى الدلالات، دلاله مزواروث امان تسع لبنادم ذي النجاسه الدلاله مزواروث سي بوسين في ان عليه الصلاه والسلام ان يصدق ثلاثه سيتادير امان تسنغ اكرمان الله اما مصيبه مقره. ولكن العلماء النند ما إلا غا مشطوح ظلوف ولا مشطوح سلطة مطلوح ربي تكفي النضح، يكفي النضح. النضح كي معناه التروش سوامان ماشي ما تفك ثاق ندورثيس نغ الحجافيس نغ الفسيس اتسير ذا لما تنشفها يطيش وكذا خاطي اتتروش كان سوامان ذايا كان ثاقي تمزوالف الحكم مزوال الحكم السين الأرض تطهر أو تطهر من النجاسة المائعة بصب الماء، معنى أشياء فيوزن ومن تسا النجاسة ذاك مثلا إلاق أتزيز دياض أشياء نثموثني. ولا يكفي الجفاف بالريح أو الشمس عند بعض العلماء، معناتها لا العلماء منهم المالكية والشافعية والحنابلة أن ماشي ما إلا يوان إذ قرب أنت سيس فكان من بعد أكانني يحوزيثني يطيش ذغا قورا نغضاضو زرم أظو أي سياو كون ومن تسني ذاقي الشافعية أو كذا المالكية أو كذا الحنابلة إن يشول ما إلا أمن تسني كون سواضو نصيطيش ما يكفيش إلا قد سعدد فلاسن مان يا أخي واضح. ولكن الحنفية المذهب الحنفي نايخات إنك المقصود إزالة عين النجاسة، وهذا يتحقق بالماء أو بالريح أو بالشمس، وكي رأي عند الحنفية أكا النادي الأحناف. أما في المسجد خاطر في كان الجواب الحديث الناس ذكر في سمان الأحناف في كان الجواب والاستخدام لله نسم سي الحكمة سي بوسا مما مخالف العلماء مخالف السؤال لا سي الحكمة ساعة لا ريزون ساعة لوجيك ماشي ببريكان خاطر نند الأحناف نند خاطر إيمين في صلى الله عليه وسلم الناس ذكر في سمان خاطر الشغل غرا داخل الجامع والجامع إلى قد يزدي بسرعة ونصرى شوية لما داع الدواظون في حاج يطيش إيه الزادس الغاشي بالك بعد يتشور الغاشي زان خدم الصفوف لما بضنا سامكانيا دا وين غيتيرا من تسايس هذه الظرف في مكان غير نجسة في مكان نجس، فبالتالي لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باش تذكرنا من الخلاص. هذا النقطة دي الثالثة مثلا دل على قاعدة شرعية مهمة عظيمة ارتكاب أخف الضررين لدفع أعظمهما. أشو معنى العلماء؟ ندلو كان يتجامل في صلى الله عليه وسلم يمخلقني لداخل الجامع نسيف ذا استيرا من تسال يحبسنش الشغل فلاس يحبس باش يضر إنه بروميرمون إزمار هذه السمسيمانيس ولي كان حديث هذه السمسيمانيس ولا ما داكشي مشطوح أي استيرا من تسال أتا تشبو فلاس هذه يفقع تفقع يا خاجة أتسقلع يعني من بعد يزمر هذه السمسيمانيس كامل الناس يضرب مخلوقني الأعرابيني صافي هذه بروميرمون هذه السمسيمانيس دوزيامون هذه السمسي شتيغنيس تروازيامون يتضرر صحيا ما يفضل استيارة من تسا بعد ذي حبس أنا اشتاقات يضر إن كي سقساغ الأطباء من الأطباء يدينين سقساغ الأطباء ننسيفري يون ما يستيار من تسا بعد يحبس دنسوكو يحبس أثني لكن يغداخل أنا اشتاقات يضر
وكي الذي الحديث كي النبي صلى الله عليه وسلم سيتادي خير هذه السمس أمكن نباشا داخل الجامع يوث المضرة ولا أذي خدم ثلاثة المضرات اختيار أخف الأضرار. ثيص ربعة دل على قاعدة شرعية مهمة ذا شوت أن الدين الإسلامي دين اليسر ماشي دين العسر، ميسر. ربي سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والحديث سلامس ليس فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الدلالة ثانية خمسة دل على تعظيم شأن المسجد، لازم تنزيه المسجد عما لا يليق به. الجامع القليل الفاسدي ولا قرا أنقفل الوسخ أين يمسن داخل الجامع هذه الجوامع الفذا الزديث. القوال السليم والسلام عليكم ورحمة الله.